احنا ممكن نعيش في بيت جديد، نشتري فرش، ندهنه من أول وجديد، نحط صور العيلة على الحيطة، بس اللي عمره ما هيتغير هو تاريخ المكان. تفتكر ايه اللي ممكن يحصل لو سكننا في بيت كان بيت للجثث، بيت كان بتتشرح فيه الأجساد وبتتغسل فيه أرواح وبيتعاملوا فيه مع الموتى كأنهم مجرد أدوات؟ النهاردة هحكي لكم قصة حقيقية حصلت سنة 1986 لعيلة اسمها سنايديكر. القصة دي وراها أسرار بشعة، ذكريات اتدفنت بس لسه بتتنفس تحت الأرض. في بداية سنة 1986 عيلة سنايديكر كانت بتعيش حياة عادية في نيويورك. الأب اسمه ألين، الأم كارمن، وولادهم الأربعة بالإضافة لبنت قريبتهم كانوا بيعيشوا مع بعض. لكن في لحظة الدنيا اتشقلبت. ابنهم الكبير فيليب اللي لسه في سن المراهقة اتشخص بمرض خطير جدا، سرطان نادر في الجهاز الليمفاوي اسمه هوجيكن ليمفوما. العلاج الوحيد ليه كان في مستشفى موجودة في ولاية تانية، ولاية اسمها كونتيكت، وده معناه سفر كل يوم وإرهاق ومصاريف ودموع. كارمن الأم كانت خلاص على وشك الانهيار، وفي لحظة ضعف قررت تاخد قرار مصيري، هتتنقل من نيويورك وتروح كونتيكت، نقرب من المستشفى ونبدأ من جديد. كارمن فضلت تدور على بيت للإيجار قريب من المستشفى، وفجأة لقت بيت كبير جدا واسع قديم ومش بفلوس كتير. كان شكله كلاسيكي على الطراز الفيكتوري، فيه 3 أدوار وسرداب ضخم تحت الأرض. وبالرغم إن شكله يخوف الإيجار كان رخيص بطريقة مريبة. المالك قال لها بكل برود: بالمناسبة البيت ده زمان كان دار جنازات. كارمن ضحكت وقالت: ولا يهمني، احنا ناس مؤمنة ومحتاجين نسكن فورا. ودخلوا البيت. أول حاجة عملوها نزلوا البدروم علشان يشوفوا لو ينفع يكون في أوضة لفيليب، لأن الأوض اللي في الدور العلوي كلها كانت مشغولة، بس البدروم ده ما كانش عادي. لقوا فيه طاولة تحنيط حقيقية، أدوات تشريح وسكاكين، درج فيه صور لجثث ماتت بظروف غريبة، أدراج حائطية كانت مخصصة لحفظ التوابيت، وروايح كأنك دخلت مشرحة مش بيت. فيليب قال بصراحة: أنا مش عايز أنام هنا، لكن مفيش حل تاني. من أول يوم كانت بداية الكابوس. فيليب بدأ يحس إنه مش لوحده، وقال لهم إنه بيشوف رجالة لابسين بدل سودا ووشوشهم مش واضحة بيقفوا جنب سريره. وكان في مرة صحى مفزوع وقال لأمه: في حاجة بتهمسلي بتقول إنها كانت هنا قبلي. كارمن افتكرته تحت تأثير الكيماوي، لكن كل يوم الحالة بتسوء. فيليب بدأ يرسم حاجات مرعبة: جثث متعفنة، ستات بعيون سودا، صلبان مقلوبة، دم بينزف من الحيطان. ومرة كارمن لقت رسمة مرمية على الأرض فيها هو نفسه نايم على طاولة التشريح. بعدها العيلة كلها بدأت تحس بحاجات غريبة. كارمن وهي بتنظف لقت الأدراج بتفتح وتقفل لوحدها. أبوه سمع صوت بيناديه من البدروم: انزل انزل. الأخت الصغيرة بدأت تصرخ بالليل وتقول إن في راجل من غير عينين بيقف عند باب أوضتها. الكهرباء بتقطع وبيسمعوا خطوات فوق السقف رغم إنهم كلهم تحت. المية في الحنفيات بتتحول لسوائل لونها غامق وريحة مش مفهومة. وفي مرة فيليب صاح بصوت عالي: هو مش حلم، هو بيحاول يدخلني في جسمه.
الدكتور قال لكارمن إن فيليب بدأ يظهر عليه أعراض فصام ذهني، لكن العيلة كانت شايفة حاجة تانية. الولد بقى عنيف وبيتكلم بصوت مش صوته، وبقى بيقول حاجات عن الموتى وأسماء ناس ماتوا فعلا. وفي يوم الأم شافت فيليب بيقف قدام المراية وبيقول: أنا ما كنتش لوحدي تحت، كانوا حواليا. العيلة كانت على وشك الانهيار، فقرروا يستعينوا بأشهر باحثين في الأمور الغامضة في أمريكا وقتها، إد ولورين وارن، نفسهم بتوع قضايا أنابل. الورنرز زاروا البيت وقعدوا مع فيليب وقالوا إنهم متأكدين البيت فيه أرواح ماتت بألم، وبعضهم تم التعدي عليهم بعد الموت، في شيء شرير عايش هنا. لورين كانت بتحس بكوابيس وتشنجات طول ما هي جوه البيت، وقالت بالحرف: أنا حاسة إن البيت مش بس مسكون، ده اتفتح كأنبوب أرواح ملهوش حدود. الورنرز جابوا السيس وعملوا طقوس تطهير كاملة للبيت، مية مقدسة، صلوات وبخور وتمائم. وفي ليلة صوت صريخ ملأ البيت كله، وكان جدار البدروم بيتكسر. بعد الطقوس الأمور هديت، وفيليب تم نقله لمكان تاني علشان يكمل علاجه. والعيلة فضلت كام شهر كمان، وبعدها سابوا البيت نهائيا. فيليب فعلا خف من السرطان بعد سنين، وبدأ يعيش حياة طبيعية. الفيلم اللي اتعمل عنهم اسمه The Hunting in Connecticut. ناس كتير شككوا في القصة وقالوا ممكن تكون متضخمة علشان فيلم أو شهرة، لكن لورين وارن نفسهم قالوا إن دي من أكتر القضايا اللي تعذبت فيها نفسيا. وقال جملة غريبة جدا: الموتى أحيانا ما بيمشوش. وفي نهاية الفيديو عايز أسألكم سؤال: لو دخلت بيت جديد وسألت نفسك إيه اللي حصل هنا قبلنا، صدقني مش كل الأسئلة محتاجة إجابة. لو عجبك الفيديو متنساش تضغط لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس، واستناني في البيت المسكون الجاي.